بس نقول حاجه يا جماعه، اللي هيكتسب اي معلومه من الفيديو ده يا ريت يبقى في الحلال يعني عشان يعني مش ناقصين ذنوب، كفايه اللي عندنا فقط كفايه. يعني يا ريت يبقى في كل ده في اطار الحلال. مراتك ارجوك بصراحه عشان هي هتشوف الفيديو لا عشان ما اكذبش. انا ساكن في مصر الجديده يا جماعه طب هات لنا بقى وانت جاي. بحب ابو حيدر قوي. طب هات لنا هو وانت فعلا جامد. كل حاجه ليها وقتها يعني. مش ينفع مثلا تكون هي منهاره وبتعيط وعندها مشاكل في الشغل وبتاع، فانا بدل مثلا ما امسكها وتطلع اروح خد الايفون ده خد الايفون ده في وشي، خد ايديا تبقى حاجه غريبه طبعا، صح؟ ما تجيش تقول لي بقى شو انت كنت بتعرف تقول كلام كويس. فهي بتبقى انا بحس ان هي في استنباط كده معينه بتتقال من الراجل ومن الست يعني. مش ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده الحلقه الثامنه من بودكاست كلام مش مهم. النهارده انا اللي بقدم مش بوكل، عشان اكتشفنا في الفيديوهات اللي فاتت ان انا بتكلم احسن ده كده فقررنا ان انا اللي هبدا بعد كده، وشويه مش هيطلع خالص متقلقوش يعني، وانا هسيطر على الموضوع. ازيك يا استاذ بوكل؟ ازيك يا حس؟ انا عايز بس اقول للناس حاجه، ان انا بقول لك يا اون، متعود اقول لك يا اون. ايوه صح. بوكل دي مش واخد عليها، حاسس اتكلم حد تاني. نيك نيم وبوكل ده اون ده نيك نيم يا جماعه، عشان اون كان شبه مايكل اون قوي زمان زمان بيلبس تي شيرت كده اون، كان شبهه قوي يعني. فهو سيفتد فيه اون يعني، حتى هو في الشله وبتاعه ومستضيف على الموبايل اون، كل حاجه اون يعني. دي حقيقه. فيسبوك اون برضه ولا لا خلاص كله اتغير. غيرت الهويه كلها البوكل. يعني اقول لك يا بوكل ولا اون؟ يا عم قول اللي انت عايزه. بس في الفيديو كنت عامل لك يا اون. ما عادي، ما طيب. فيش مشكله يعني. يا جماعه استغلوش اون هو بوكل يعني. ايوه دي حقيقه، نفس الشخص بوكل هو اون. صح. انا واخد بالي خلاص لبسنا شتوي، الدنيا شتت. شايف؟ واضح ايه رايك في الكمين؟ جامد يعني احمر وازرق يعني، بحب انا الحاجات. لا جامد كده احس انت شاكر حبيبي. الحمد لله. احنا كنا فيديوهين اللي فاتوا كنا بدأنا نقلع فرجعنا نلبس تاني، فالحمد لله يعني. بس انت عامه بتصيف على طول يعني. ما هو خلاص بقى احنا الشتاء دخل وبتاع، فلازم نحترم نفسنا نلمها شويه. الواحد كان عيان الفتره الاخيره. اوكي. كلنا في حاله عيا كامله في البلد كلها. حاله كورونا بس غير مصرح بيها. تكييف، عارف انت اللي ان انتوا التكييف لا بجد، بس دي نفس الكورونا اللي هو كله بيتعدي وكله. بس واضح ان هي متحول جديد بقى ولا ايه؟ ما حدش فاهم بقى، حدش فاهمه لسه يعني. ايوه. فربنا يستر يعني، بس الحمد لله اهو بنتعافى يعني. طب يا جماعه، اللي ما يعرفش ان بوكل بيعمل فيديوهات لوحده على تشانل تاني اسمها احمد البوكل، للاسف مش هقدر اعلن عنها هنا، ان هي سبسكرايبرز هناك اضعاف مضاعفه للتشانل دي بجد يعني. فمش هستفيد من اي حاجه، ده مش اعلان. لا يا عم كده فانا بقول بس انه نعمل فيديوهات، لان احنا النهارده هنتكلم عن فيديو يعني هو يعني في الفيديو النهارده هنتكلم في موضوع عن فيديو كان هو عامله. دي حقيقة. ايه هو بقى الموضوع؟ لغات الحب ال5. صح كده؟ صح. هل اصلا حب ليه لغات يعني ده السؤال، اصلا حب ليه؟ والله بص، هو انا دورت ساعتها في الموضوع ده، وانا الموضوع اثار فضولي ساعتها بصراحه يعني. هو موضوع يعني بصراحه لما حد يبص عليه كده يلاقي ان في حاجات قريبه قوي من الواقع، وممكن يعني هو حاجات علميه كلها. الفكره كلها ان بيقول لك ان مش كل شخص بيحب او يعني يعني بيستقبل الحب بنفس الطريقه، او بيستقبل الحاجات عموما اللي بتتعمل بنفس طريقه الحب. تمام. بمعنى ايه؟ هم اصلا ايه لغات الحب ال5 في الاول خالص؟ هو قال لك ان انت عندك، ده الكلام الساينتفك صح؟ كلام ساينتفك تماما. كلام علمي جدا يعني. ان انت عندك في الاول اول حاجه اسمها words of affirmation، اللي هو الكلام التاكيد، اللي هو من الاخر لما انا مثلا تيجي تعمل حاجه كويسه، فمثلا مراتك ولا خطيبتك تقول لك انت احسن حد في الدنيا، شكرا انت عملت الكلام ده، تقدير نوعا ما يعني. اوكي. وتاني حاجه اللي هي acts of service، اللي هي حد بيعمل لك خدمه معينه. يعني برضو مثلا لما تيجي تريح مراتك تقول لها مثلا اقعدي انت هطبخ انا النهارده، فده يعتبر نوع من انواع يعني حبك ليها. ان انت والله ساعات كتيره بيبقى انت الشخص اللي قدامك ده لو هو فعلا لغه حبه الاكت اوف سيرفيس، فهيحس قد ايه ان انت بتحبه. تالت لغه، ودي بحسها لغه معظم البنات، انا حاسس ان احنا كمان كنا محتاجين بنت تساعدنا اكتر في الحلقه. في واحده جايه بس ما نامت عارفينها كويس. فتالت لغه هي بحسها اكتر قريبه قوي من البنات، هي لغه الهدايا. اوكي. ففكره برضو ان انت تجيب لحد هديه، هي بقى الفكره في ايه؟ ان انت
لو انت لغه هي حبك غاليه بقى صح؟ لا مش فارق مش ماديا خالص، مش فارق أوكي. ماديات خالص. هي الفكره كلها في فكره الهديه. ده بالعكس. اصل لو هديه غاليه تبقى شخصيه دي مش شخصيه عايز ماديه، لا مش عايز دي اعرفها تاني يعني. لا مش لا عايزه دي تحبني اصلا. دي مالهاش علاقه دي شخصيه ماديه مالناش دعوه بيها. اوكي. لا هي بالعكس، بيحبوا الناس اللي لغه حبهم كده، بيحبوا ان انت تبقى تبذل مجهود في الهديه اكتر من انت تصرف فيها فلوس. يعني تجيب حاجه مخصوصه ليهم، تجيب حاجه معينه الموضوع ده سخيف قوي بالنسبه لي ان انا اعمله. ما هو بقى ما دي بقى مش لغه حبك. يعني نرجع بقى نتكلم عن لغات حبنا احنا نفسنا. اوكي. الرابعه هي الكواليتي تايم. والكواليتي تايم هنا ليها معنيين بصراحه. مم. هي فكره الكواليتي تايم يعني يمكن من منظورنا احنا كرجاله، فكره الكواليتي تايم ان القهوة. سيبوني في حالي، القهوه اديني كده ايه ساعتين اقعد لوحدي. او ما حدش يكلمني صح. أيوة لو انا في بالظبط. البيت يعني ما نزلتش مع بالظبط. ما حدش يفتح بقه. ايوه دي ده جزء منها. وفي جزء تاني ان انتوا الاثنين ككابل تاخدوا يعني يبقى ليكوا مثلا ديت مثلا، حتى لو مخلفين او في اي حاجه من الحاجات، فانتوا مثلا خارجين خروجه شيك، خروجه حلوه، او نتفرج على فيلم سوا، نتفرج على فيلم، يعني اللي هي في حته الكواليتي تايم ان انتوا الاثنين مع بعض بتقضوا وقت مع بعض. نروح السوبر ماركت، ده كواليتي مش تايم. حاسس ده كواليتي تايم يعني. ايوه اوكي ماشي. بس والخامسه والاخيره هي لغه الفيزيكال تاتش. دي لغه جميع الرجال، جميع الذكور. بس على فكره مش بالمعنى اللي الناس فاهماه. ما هي دي بقى الفكره. صح. هي الفكره بقى ان انت لو عرفت، هو اي راجل في الدنيا هتقول لك انا بلغه حبي فيزيكال تاتش بصراحه يعني. ده بس فيزيكال تاتش مش معناها بوس واحضان وتروح لبعد كده يعني. اوكي. لا هو فيزيكال تاتش معناها هي فكره ان انت يعني بمنتهى البراءه، مش عارف ده اذا كان يعني مصطلح مظبوط ولا لا، ان انت مجرد ان انا مثلا لو انت زعلان فانت طبطبه حضن مش عارف ايه بريء، حضن بريء، مش حضن يعني في بعد كده اي حاجه بقى سيكشوال يعني. فانت لو بصيت عليها من المنظور ده مش هتلاقي ان كل الرجاله عندهم لغه الحب هي الفيزيكال تاتش. صح. مش شرط يعني، لكن كل الرجاله فيها حته لو بصينا عليها من منظور السافل كل الرجاله عندهم نفس الحته بتاعتها. لا بس من غير سافل طبعا. السافل ده كده عندي، بس هو من غير السافل حاسه برضو انا قوي يعني. الخمس حاجات انت قلتهم دول، الاربعه الاولانيين ما مش فارقين معايا قوي. يبقى حلو لو اتعمل لي. بس الخمسه اللي هي الفيزيكال تاتش، اللي هو لما يكون متضايق حد يطبطب عليك، لما نكون قاعدين مع بعض كده مقربين من بعض، مش عارف ايه. عامه زيك انا قريب من الحاجات. بس انا يفرق معايا برضو مش بس الفيزيك، انا بحس كمان في لغه تانية هي حته الوردز اوف افرميشن دي. أوكي. فكره كلمات التقدير. بس نقول حاجه مع اللي هيكتسب اي معلومه الفيزيك ده، يا ريت يبقى في الحلال يعني. عشان يعني مش ناقصين ذنوب، كفايه اللي عندنا فقط كفايه. يعني يا ريت يبقى في كل ده في اطار الحلال. مراتك ارجوك كمل. فبس فكره انا بالنسبه لي بصراحه الوردز اوف افرميشن مهمه، اللي هي التقدير. ده اكتر حاجه بتفرق معاك كشخص يعني. يمكن هي والفيزيكال تاتش 50-50 كده، لكن ممكن يبقى حد عنده كذا حاجه. اكتشفت ممكن يبقى حد عنده الخمسه. لا صعب. صح. 2 اعتقد يعني الماكسيموم اخرك 2 اللي هو يبقى انت كده. اوكي. لكن في حاجات بس بقى الفكره في حاجه يعني. هسالك برضو سؤال في الحته دي، بما انك راجل متجوز زي انت دلوقتي ساعات كتير بتعمل حاجه وبتلاقي ان هو مفيش اي يعني انت كانك ما عملتهاش. صح. فهل ده بقى راجع لحته لغه الحب دي ولا الموضوع بعيد؟ عملت حاجه يعني مثلا انت رحت انت مثلا واحد بتحب الفيزيكال تاتش، فمثلا وانت قاعد انت ومراتك وبتاع، فاللي هو انت بتبين لها بحبك عن طريق مثلا بتحضنها وبتمسك ايديها بتاع مش عارف ايه. هي بالنسبه لها مش شايفه ده اصلا حب، هي شايفه تاخد جنب كده اللي هو او انت شايف او انت عشان تحبني مثلا هات لي هديه. يعني لو انت فعلا عايز تبين انت بتحبني فانت شايف حاجه. حاسس الموضوع ده غريب قوي ان انت تجيب هدايا يعني مش كل شويه يعني. لا ده بالعكس، ده اللي لغه حب وهدايا بيبقى عنده الجزء بتاع انت تجيب معاه فلوس. اكيد لازم معاه فلوس كده فاكيد ويتجوز حد معاه فلوس. فاكيد ده مش حد مننا. دي حقيقه. لا وان انت عايز هديه من غير سبب كمان. ما هو ده غريب. ما هو ده اللي كنت عايز عمرك طلب منك هديه من غير سبب؟ يعني لما تيجي مثلا مراتك تقول لك انا عايزه انت ما بتجيبليش هديه بقالك فتره. بيحصل. يبقى دي لازم تحبها هديه، خلي بالك. بس انا دايما بحب الهديه يبقى لها سبب او مناسبه. يعني مش سبب معنى سبب، مناسبه. لكن مش فجاه كده من الباب يعني. في ناس تعمل كده وانا متفاهم ده، بس حاسس حاجه غريبه يعني. فجاه كده قاعدين في امل الله واحد داخل البيت حاجه هتبسط طبعا. المفاجاه دي حاجه في حد ذاتها جميله، بس يعني
يعني ما اعرفش، انا دماغي اللي هو بتبقى لازم يبقى في اطار. ما هو ده بقى، هو ده الاختلاف بين لغة الحب بتاعتك ولغة الحب اللي بتحبه. اوكي. هي دي الفكرة نفسها بتاعت لغة الحب، ان انت هو مش لازم برضه يبقى من غير، هي فكرة هم بيبقوا عايزين الحاجة دي من غير مناسبة علشان تبين لهم ان انت بتحبهم. امم. لكن مثلا ممكن تيجي تقول لها طول النهار كلام حلو وكلام جميل وقد ايه ان شكرا، هي بالنسبة لها مش فارق معاها. يعني هي بالنسبة لها انت كل اللي بتقوله ده جميل، زي ما انت كده بالنسبة لك لو حد اداك هدية هتنبسط اكيد، محدش بيتضايق لو جاله هدية، بس مش هتحس ان الشخص ده بيحبك قوي. لا، وبعدين انا موضوع الهدايا ده بالنسبه لي مش موضوع الهدايه متعوب فيها، انت تجيب لي هديه بس تنفع بيها. ايوه ما هو ده جزء صح، وهفتكرك بيها اكتر. صح يعني مثلا صح. يعني مثلا المحفظه اللي انا ماشي بيها دلوقتي دي مراتي جايباها لي، فدايما فاكرها بيها. البرفيوم اللي حاططها فلان جايبها، يعني فاهم، انا دايما كده. فانت شايف ان الهديه قيمتها طب في ما تجيبليش بقى الفايده. برواز وتقطع لي صور جواها وتكتب لي مش عارف ايه وتقول لي اصل ده اول يوم اتقابلنا وده لما مش عارف، يعني الحاجات دي برضو مشاعر جميله، مش عايز استهزأ بيها، بس هي بالنسه لي بص بصراحه خلينا مقتنعين بحاجه، مش انت بحب مش يعني، لغه حبك الهدايا، مش بفهمها بجد، مش يعني واضح ان انت مش هدايا يعني اللي هو الله جميله على الله انتهى، يعني خلاص بعد ما الله جميله خلاص انتهت، مش عايز اشوفها تاني يعني. انت بس بتحب الحاجات دي؟ ها؟ انا برضو مش هدايا، لا انا لا بصراحه، ودي مشكله عندي دايما. والبرطمانات وورق ويعني الكلام ده لا غريب قوي انا بالنسبه لي. انا مش بالنسبه لي الهدايا دي يعني عادي حاجه حياه هات لي بنطلون يعني شكرا، ما تتعبش أنا زيك. خالص. انا زيك بصراحه. طب حته الاكس اوف سيرفيس دي انا بحسها برضو فيها جزء البنات فيها اكتر شويه، ان انت حد يعمل لك حاجه. يعني اكيد مثلا لو انت قلت مثلا شطبت المواعين هتحبك يعني. لا انت ممكن انت هتتضايق مني مثلا ساعتها. ممكن تشوف ولد مثلا بيحب الاكس اوف سيرفيس دي، يبقى دي لغه حبه. كراجل متهيأليش يعني. صح، انا حاسس ان الموضوع روح انت المشوار ده مكاني يعني، مش هتبقى حلوه في يعني لو حقك مثلا يعني مش عارف. يعني ممكن يبقى الموضوع يعني غريب شويه. صح يعني اه اطلعي صلحي انت اللمبه دي والنبي النهارده. بقالي 6 شهور ما عملتهاش مثلا يعني غريبه. بحسها. طب انت الوردز اوف انفورميشن دي ما مش جايبه معاك سكه؟ بحبها يعني، بتبقى بنبسط جدا بيها. ممكن تبقى تاني حاجه، بعد الفيزيكال تاتش. بحس تقدير، انا بالنسبه لي بصراحه بحس تقدير ده مهم، بس ما يبقاش تطبيل يعني، مش على الفاضي والمليان. لا مش تطبيل، بس لما تعمل حاجه يبقى في تقدير. يعني لما تعمل حاجه معينه، يعني مثلا لما تطلب منك تغير اللمبه وتغيرها بعد 6 شهور تقول لك شكرا، يعني بغض النظر عن ال6 شهور نفسهم هيبقوا عاملين ازاي، بس يعني انا عن نفسي بعمل كده، يعني انا عن نفسي مع اي شخص، مش مع الشخص اللي بحبه او مش مع مراتي بس. مثلا لو انا طلبت منك اي حاجه في دي، او انت عملت لي حاجه في خدمه يعني خدمه لازم اشكرك. فاهم، لو انت يا عم انا مش طايل البتاعه دي فانت اديتها لي اقول لك شكرا، ابسط حاجه في الدنيا. فاصلا ده المفروض يبقى، بس ده مختلف، ده العادي. لا بس هي ده اللي انت الفكره، قصدك عليه؟ لا ده مختلف. انا حاسس ان ده انت بتقوله ده كده ده ادب، دي صح؟ حاجه مطلوبه بس يعني. في ناس عادي ما بتهتمش. لا بس ده يعني ده ادب ودي حاجه حلوه، لكن لا بتكلم على العلاقه نفسها بين اتنين مثلا متجوزين، فانت بتتكلم في فكره. وبرضه خلي بالك مش بس ان انت تقول شكرا او بس ان انت تقول كلام تقول دي تقدير، احلى حاجه في حياتي. كلام تاكيد للحب، او هي وورد اوف جيم كلمات تاكيد اكتر منها تقدير. بس يبقى ليه معنى، بمعنى مثلا تقول كلام مثلا ان انت مثلا واخده بالي ان انا مثلا من غيرك هنلوص هنتسوح في البيت. ان من غيرك مثلا الدنيا هتبقى مش زي يعني ان الاكله دي حلوه شكرا، انت الاكله دي حلوه قوي انت. طب حتى لو هي مش حلوه هتقول كده؟ لا مش حلوه مش هقول. ما هي بقى دي الفكره، هو ده بقى التطبيل. هسكت، مش شرط اقول لها ايه القرف ده. طب والتعب اللي هي تعبته على دماغي، بس يعني هسكت، ما انا لو سكت ده في حد زي يعني. طب لو سالت ماشي، انت سكت سالتك دلوقتي الاكل حلو، هقول لها رايي بصراحه، مش هقول لها وحش كده، اقول لها ناقص ملح، ني شويه، انا ماليش قوي في السمك اللي انت عاملاه، اي حاجه. مالكش قوي برضه يا حس، طب ما انتوا متجوزين وعارفين بعض، انت مش جاي تتعرف. ما دي مشكله تانية بالنسبه لها، هي بتعمل حاجات لا مش هحبها. لا لو انت مش قصدي مش بتحبها، هي عاملاها بس وحش، دي حاجه انت بتحبها بس هي عاملاها مش حلوه. كومنت يعني، مش هقول لها حلو قوي هو مش عاجبني. ده بقى الشخص، اعتقد ده الشخص بقى اللي لغه حبه اللي هي كلمات التاكيد دي هيزعل، هيبقى هينهار، هيتصدم. هيلاقي ان الموضوع لا ده انا يعني انا لازم افهم ايه الشخص اللي قدامي. طبعا.
هو ده بقى، هي دي الفكره بتاعت لغات الحب الخمسه. غير ان انت تعرف نفسك، اصل انت حتى لو عارف نفسك انت يعني مش فارق في حاجه. انت دلوقتي انت بتحب الفيزيكال تاتش ولا بتحب الاكتف سيرفيس ولا بتحب اي حاجه. لازم اعرف الشخص اللي قدامي. لازم الشخص اللي قدامك يعرف ايه اللي انت بتحبه، عن طريقك طبعا، عن طريق انت بتقول له، او حتى ان هو يجرب ويعرف يعني. وفي نفس الوقت ان انت تعرف الشخص اللي قدامك ده ايه الحاجات اللي بيحبها. بس في مشكله هنا، ان البنات عاده ما بتتكلمش في الحاجات دي، يعني مش هتيجي هي تصارح بمشاعرها تقول لك انا بحب الهدايا، ولا انت هتشوف لو يعني انت هتجرب مره تجيب لها هديه وتشوف رد فعلها. لو رد فعلها ده حسيت ان هو طايره بيه من السما، يبقى خلاص، يبقى هي بتحب فكره انا مش الهدايا. عارف في بنت ما بتحبش هدايا، يعني حاجه غريبه بتبقى حاجه. هو مفيش حد ما بيحبش الهدايا عموما، بس في رد فعل عن رد فعل يفرق. فاهم. يعني ممكن حد يبقى بالنسبه له ان انت جبت له هديه دي، يبقى انت كانك الفكره في الطريقه، ان انت مثلا تقعد تستلقط هي نفسها في ايه، فتحضر فتروح تجيبه في عيد ميلادها. ايوه. فساعتها هي تنبسط قوي. بس لا، مش بس كده، انت كمان المفروض كل شويه تخش عليها بهديه، ومش هدايا غاليه على فكره. هي الفكره كلها انت ممكن مش لازم هدايا بفكره الهديه وملفوفه يعني مثلا انت، يعني مثلا انا عندي تجربه شخصيه في الموضوع ده. انا ما بعملوش بصراحه، وده غلط مني، بس انا عارف مثلا ان مراتي مثلا بتحب ابو حيدر بتاع الشوارع. الله، وانا بتحبه جدا. وانا فهي انا عارف ان انا لو عديت كده جبته، يعني مثلا انا معدي في مصر كده بالصدفه جبته، مجرد ان انا افتكرتها، انا عارف ان لما هي بتنزل مصر الجديده بتجيلي بتجيب لها وانت راجع. يعني بصراحه عشان هي هتشوف الفيديو، لا. عشان ما انا اكذبش. ساكن في مصر الجديده يا جماعه طب هات لنا بقى وانت جاي. بحب ابو حيدر قوي. طب هات بجد، لنا هو وانت فعلا جاي. جامد. حاجه بقى ده اللي بكلمك عملنا فيه. له اعلان ببلاش يعني بس أنا مش محتاج يعني. يلا مش مشكله. فهي دي الفكره بقى، ان انت تفتكر الشخص فتجيب له حاجه. يعني مش لازم حاجه غاليه، مش لازم هديه. هي هدايا دي بس مصطلح عام عن الموضوع. اي حاجه. شفت مثلا ميداليه معينه او هي مثلا بنت، انت مثلا بتشجع، انت راجل زملكاوي، وانت بتحب مثلا لغه حبك لغه الهدايا، وهي ماشيه كده شافت ميداليه عليها الزمالك فافتكرتها فجابتها لك. والله انبسط قوي فعلا. مش الزمالك، وعشان انت عشان جابت لك هديه. عشان هي قدرت ان انا راجل بحب الزمالك فجابت لي حاجه ليها علاقه بالزمالك. يبقى هي دي، يبقى صح. انت ممكن نقرب من موضوع الهدايا. انت كنت في اول الفيديو ما بتحبش الهدايا، لا دلوقتي خلي بالك شويه عجبني خلاص. بس لا فبس هي دي الفكره كلها، ان انا بكلمك حته ان لو حد لغه حبه الهدايا، مش ان انت مش لازم تجيب له حاجه قيمه ولا غاليه، بس لازم كده كل اسبوعين 3 تفتكروا بحاجه. ده كتير قوي كتير بصراحه، بس هو بس دي لغه الحب. عارف المشكله في ايه؟ في المجهود الذهني. انا عندي مشكله مع لغه الهدايا دي عامه. يعني انا بقول لك، انا هو عندي مشكله كبيره مع لغه، ان انا ما بفتكرش، وبعدين ما بيبقاش في دماغي حاجه ان انا اجيبها، وبعدين انا بحب لما انزل اجيب حاجه انزل عليها مخصوص. ماليش في جو اللف والدوران. اقول لك حاجه، انا ما بجيبش هدايا كتير، بس بجيب هدايا حلوه. اولا بتبقى غاليه، مش بس هي بتبقى غاليه عشان انا ما بجيبش كتير، بتبقى غاليه وبتبقى هي محتاجاها. انا زيك. انا زيك جدا، بس دي مشكله. وبتبقى ليها مناسبه، عيد جواز، عيد ميلاد، عيد الام. بس انا دي بتعمل لي مشكله. يعني كده في المناسبات تمام، بس لما باجي افكر ان انا اجيب حاجه رخيصه، يعني مثلا عايز اجيب هديه، بس مش في مناسبه وعايز اجيب هديه يعني حنينه عادي، ما بعرفش اجيب ايه. يعني بجد بقعد الف كده اجيب ايه، ورد. يعني مفيش حاجه معينه بحس ان هي الورد ده برضه. انا مش مقتنع بالورد ده خالص. هو معظم البنات بتحب الورد يعني، والشوكليت والحاجات دي، بس الشوكليت ممكن تاكلها تبقى حلوه يعني. بس الورد يعني معرفش، يومين وهيدبل يعني. بس هما بينبهروا بيه. نفسي افهم ايه الاتريبيوشن بتاع الورد بالرومانسيه اصلا. لا ده سؤال عايز حلقه لوحده. سؤال عميق قوي، انا مش عارف. يعني فاهم. الشوكليت، انت بتحبي الشوكليت فجبت لك حاجه تحبيها. الورد بقى ايه يعني؟ ايه علاقه الورد بالموضوع؟ لا مش عارف. يعني الورد بالنسبه لي حاجه اصلا ما ماليش فيه خالص. انا جبت ورده من يوم الخطوبه بس، يوم انت اللي هو رحت اتقدم يعني. جبت كذا مره ورد، بس يعني لمجرد ان انا بيبقى اسمي بجيب، لكن انا مش مقتنع بحاجه زي كده. يعني طب انا اقول لك حاجه، بما اننا في موضوع، احنا يعني تعمقنا جامد في موضوع الهدايا ده. بتحس ان الولاد اسهل من البنات في الهدايا؟ ساعه
صح؟ ساعه برفيوم محفظه بس كده، احنا بساط قوي. مهما كان عنده 20 محفظه هيمسكها. يعني انا عندي كذا محفظه وعندي كذا، انا عم بمسك واحده بمشي بواحده بس عادي، هاتي تاني من زمان. هنبسط عادي. برفيوم، بحب برفيوم دي قوي. انا عامه لو في بنت معانا في الحلقه دي كان زمان انهارت، انا انهارت. واخدين صف جامد قوي في لا احنا عشان الرجاله بنتكلم عن الرجاله، ممكن البنات اللي بتتفرج تخش تقول قولوا ايه يعني، قولوا لنا ايه لغه الحب بتاعتكم اصلا. فبس انا عايز اضرب بهذه النظريه عرض الحائط. نظريه ايه؟ النظريه بتاعت لغات الحب اصلا اضرب. يعني مش هضرب يعني بمعنى هضرب، بس يعني انا اصلا يعني مقتنع ان كل حاجه ليها وقتها. يعني مش ينفع مثلا تكون هي منهاره وبتعيط وعندها مشاكل في الشغل وبتاع، فانا بدل مثلا ما امسكها وتطلع اروح خد الايفون ده خد الايفون ده في وشي، خد هديه. تبقى حاجه غريبه طبعا، صح؟ يعني حتى لو هي بتحب الهدايا مش هتبقى هو ده اللي محتاجاه دلوقتي. صح. هتبقى محتاجه ان انا الفيزيكال تاتش، حتى لو مش ده البريورتي عندها في التقدير. صح طبعا، كل حاجه ليها وقتها اكيد. لو هي تعبانه مثلا من العيال وبتاع، فانت قمت لميت الغسيل ولا نشرت عملت اي تاسك في البيت، فهي هتنبسط لان هي في الوقت ده محتاجه ده. طب ما هي برضه مش هقعد لها شكرا يا حبيبتي يلا بقى لا. لما تصحي بكره اعملي بقى كملي. لا ليه؟ ما في ناس بالنسبه لها لو هي تعبانه مع العيال شايف ان هي لو قلت لها كلام كويس هيديها انرجي تقوم تكمل. وممكن لو انت عملت دلوقتي رحت نشرت الغسيل ولا عملت حاجه، هي بالنسبه لها لا انا مش عايزه ده، او تمام انت ريحتني بس انا مش حاسه ان انت بتحبني. هي دي النقطه. اوكي. هي النقطه، هو احساس الحب نفسه جاي منك انت عامل ازاي. اوكي. يعني وممكن في نفس برضه المثال، هي لو تعبانه من العيال ورحت جبت لها هديه، لو هي لغه الحب بتاعتها الهدايا هتنبسط اكتر بكتير من انت تنشر، او اكتر بكتير من انت تقول لها كلام كويس. او وممكن واحده تانية يبقى لغه الحب بتاعتها الفيزيكال تاتش، فتطبطب عليها وشكرا وتبوسها، فيبقى الموضوع بالنسبه لها هي حست ان هي يعني من الاخر محبوبه. صح. هي الفكره كلها في كده. ممكن المثال انت قلته بتاع ان هي منهاره وبتعيط واترفضت من شغلها والكلام ده كله، ده غالبا هيبقى ليه تصرف واحد بس، اللي هو انت هتقول لها معلش تحتويها وخلاص والدنيا كده، وبقيه الحاجات ممكن ما تبقاش مؤثره قوي ساعتها. بس هي فكره ان انت، هو من الاخر انا شايف ان الحب ده عامه حاجه عامله زي الخزان كده، خزان احزان. الحب ده عامل خزان يعني بس يعني هو عباره عن خزان. انت كده الخزان ده بيفضل مع الوقت للاسف. يعني مهما كنت بتحب اللي قدامك فانت لازم تقعد تملاه كل شويه. فلازم تقعد تملاه كل شويه. طب لازم نملاه بالتساوي ولا ممكن انا دلدق شويه وانت تنقط وانا اروح واخد شارب حبه وكده؟ يعني بغض النظر انا ماسكه دلقه كله. يعني بالتساوي دي بتبقى على حسب بقى الشخصيه. انا بحس ان هو بيبقى على حسب الشخصيات، بس لو انت فضلت تملاه واللي قدامك مش بياخد اي اكشن، راجل او ست يعني، حاسس ان هو يبقى الموضوع في الاخر يعني الشخص اللي عمال بيدي ده هيوقف. لان هو برضه يبقى محتاج، لان هو اصلا مش خزان بيننا، مش خزان بين الراجل والست. هو الراجل عنده خزان للحب والست عندها خزان للحب. اوكي. فانا المفروض ان انا املى الخزان بتاعها بتاع الحب ده، ان انا اديها حاجات تحسسها ان هي محبوبه او تحسسها ان انا بحبها. وهي نفس الكلام محتاجه تعمل حاجات وتديني حاجات معينه عشان تحسسني ان هي بتحبني. تمام. فهي بقى الفكره، انا دلوقتي لو انا لغه حبي مثلا الفيزيكال تاتش، اوكي، فهي جت عماله تديني في هدايا فهي شايفه ان هي بتعمل مجهود كبير جدا غلط، وانا مش شايف ان انا بستقبل اي حاجه او بستقبل اقل بكتير قوي من اللي هي بتعمله. صح. فهي دي من هنا جت بقى فكره لغات الحب الخمسه، ان انت تعرف الشخص اللي قدامك ده بيتكلم يعني لغه حبه ايه، وايه الحاجه اللي بتفولفيل هيز نيدز او بتملى الخزان بتاعه ده من الاخر وتعملها له. لان اصل انت تعمل الحاجه دي ليه؟ يعني انت لو رجعت كده بالموضوع، انت دلوقتي مثلا بتجيب هديه لمراتك ليه؟ علشان بحبها، عشان بتحبها. طب هي لو مش حابه ده، مش حابه الهديه وحابه بس ان انت تقول لها كلام كويس، وفرت يا ريت بس كده. او ايا كان يعني. بس قصدي حتى لو انت لو مثلا يعني مش ملوش علاقه بموضوع الفلوس، بس حتى لو انت مثلا بتقول كلام كويس بس هي عايزه هديه، او هي لغه حبها ان انت تقوم تعمل حاجه بدل ما تقول كلمتين وخلاص. فعشان تبين ان انت بتحبها فتعمل الحاجه اللي المفروض ان هي بتملى لها الخزان ده. كلامك بالنسبه لي مقنع، بس انا حاسس الحاجه المشتركه اللي هنبقى مبسوطين فيها احنا الاثنين الكواليتي تايم. دي حاجه احنا متبادله، احنا الاثنين بنعملها سوا، مش حد بيعمل لحد حاجه عشان التاني يستقبلها.
انا بكلمك كلام عام يعني. فاهم قصدك، بس حاسس في جزء انانيه اللي انت بتقوله عشان ابين اللي قدامي. بالعكس، ده عدم، انا عايز اشترك معاك بدل ما اعمل انا بس وانت تعملي انت بس، تقعدي تديني في كلام وانا اشتري في هدايا وكده يعني طب افرض انت نقعد مع بعض ما هو وخلاص انت بقى. عشان تبين ان انت بتحبها فتعمل معاها الحاجه. عشان احنا الاتنين هنتبسط ساعتها. آه... انا عايز كواليتي تايم ده بالنسبه لي حلو. ما هو كل تايم كده كده انا شايف ان هو برضه حاجه كويسه. بس وعلى فكره يعني بحسه نيدد على طول. انا كنت شفت نظريه كده شخص بتقول لك اصلا لازم اي اتنين متجوزين على الاقل بجد، وده حاجه يمكن كلنا مقصرين فيها، ان انت لازم فعلا تاخد مراتك كل شهر على الاقل مره تخرجوا في ديت لوحدكم بره اي حاجه. لوحدنا لا خالص من غير عيال من غير اي حد بجد. انا يعني لما قريت الارتكل كان بيتكلم عن كده. انا ممكن اكون بخرج اكتر من كده على فكره، بس بالعيال. ما هو بقى بيقول لك ان انت محتاج يبقى فيه الصفاء بتاع ان انتوا خارجين لوحدكم وخارجين حتى لو في مكان عادي او اللي هو زي تري كونكت كده مع الشخص اللي بتحبه، ان انت يبقى فيه كده يوم في الشهر بتاعكم. اوكي يعني مش اليوم كله يعني 3-4 ساعات ساعتين ايا كان يعني. فده مهم، ده مهم قوي وبجد بيفرق قوي في ممكن يبقى في البيت نطلب اكل بنحبه، نفتح فيلم بنحبه، ممكن اخر طبعا اليوم يكون الاولاد ناموا ممكن وننبسط. طبعا صح ممكن. ده ممكن تكون بتتعمل. ده ممكن بعد ما فاهم العيال يناموا ولا حاجه يبقى الموضوع هيبقى الموضوع احسن طبعا. ده عشان كده بقى الكواليتي تايم حاجه يعني حاسس ان ما حدش هيختلف عليها الا بقى اللي مش طايق مراته يعني. بس انت لو مش عايز، لو انت بالنسبه لك انت مش عايز كمان تعمل كواليتي تايم، انت مش عايز تقعد معاها. دي حقيقه كويس. بس هو ممكن يكون مش لغه التعبير الاولى للشخص، او يعني مش الحاجه اللي بيفضلها بتفلفل الحب ممكن بالظبط. اوكي بس هنبسط. ما هو على فكره اقول لك حاجه، هو اي حاجه من الخمسه مفيش حد هيتضايق منها. يعني حتى لو انا مش بحب الكلمات التاكيد وحد جه قال لي كلام حلو حاجه جميله يعني. لا بس ساعات بتحس ان فيها فورة او يعني لا من غير افوره. حد قال لك مثلا كلام ان انت مثلا محدش يا عم يقدر يعيش من غيرك، كلام جميل يعني محدش يتضايق منه يعني. ده بالعكس ده حاجه بس انا يعني هحبه لو في سياق مش فجأة يعني. ايوه طبعا صح فاهم قصدك. فاهم؟ ايوه فاهم قصدك. يعني في حاجه استدعت انها تقول كده، فانا احس الكلام ده حقيقي، مش احس ان هو صح. لكن في ناس ممكن تحبه على الفاضي وعلى المليان. انا بالنسبه لي لا. انا شايف ان الكلام الساينتفك جميل وبالنسبه لي مقنع وكل حاجه، بس مش هينفع يتطبق في كل الحالات. وحتى لو انت اكتشفت ان الشخص اللي معاك ده بيحب حاجه معينه، فهي مش شرط هي اللي تنفع معاه في كل الاوقات. ده بيبقى فيه بقى حاجه اللي هو الذكاء العاطفي. ده مهم يعني. ده بغض النظر عن اللغات دي خالص وبغض النظر عن حاجه، انت مهم تبقى انت عندك ذكاء العاطفي ان انت تعرف تتصرف في الموقف. زي وعامه جزء كبير قوي مثلا من الخناقات هي فكره ان احنا ما بنبقاش. وده يمكن برضو حاجه تانية خالص بعيد عن الموضوع وكنت قريت عنه كتاب. فكره ان الراجل والست ليهم القاموس بتاع الكلمات نفسه مختلف. يعني هي مثلا كان فاكر مثال كويس قوي من ده، ان انت مثلا لو هي بره طول اليوم وانت قاعد في البيت، فهي مثلا راجعه تعبانه وشافت ان البيت مثلا مكركب، فبتقول يا ده البيت مكركب وبتاع. فهي بالنسبه لها شايفه ان البيت مكركب ده كلمه عاديه. انت هتاخد الكلام ان انت اللي مكركب البيت وان انت اتصرفت غلط وان انت وحش، فانت هتبدا تدافع عن نفسك مع انها ما هدمتكش. فلما انت تدافع عن نفسك فهي تبدا تدافع عن نفسها، فيبقى الموضوع يبدا يحصل خناقه من غير ولا حاجه. ليه؟ لمجرد ان انت كشخص. حتى عملوا اعلان عن الموضوع ده فيروز تقريبا. بصراحه كان اعلان انا عجبني قوي يعني. فكان فعلا بيتكلم ان الشخص اللي بيتكلم عامه بيبقى بيقصد حاجه والشخص اللي بيسمع بيفهم حاجه تانية خالص. يعني عموما هي فكره راجل وست او حتى على فكره ساعات كتيره بين الصحاب يعني. فهي الفكره كلها ان انا بتكلم فيها هي حته ان الذكاء العاطفي ده مهم كده كده. بس انت لغات الحب الخمسه دي بتعرفك الشخص اللي قدامك ده بيحب ايه. يعني انت مثلا لو مزعل مراتك من الاخر، ايه الحاجه اللي تعملها لو انت الحاجه اللي تعملها اللي تصالحها بيها؟ ساعتها هيبقى موقف مناسب. لو انت مثلا متخانقين وبتاع وانت عايز تصالحها وهي مثلا بتحب الهدايا، فمش بتروح تجيب لها هديه بسيطه وبتاع، بس مجرد انت بتقول لها ان انا بحبك وفاكرك والكلام ده كله. فبالنسبه لها ده اللي هيبقى الطريقه اكتر طريقه فعاله. مش معنى كده ان انت لو ما جبتش هديه مش هتتصالحوا. فهو ده اللي انا بس هي بالنسبه لها هتبقى احسن لو انت عملت الطريقه اللي هي بتحبها او اللغه اللي هي بتحبها يعني.
طب انا جت حاجه في دماغي دلوقتي قول. اخيره حتى ممكن نختم بيها. يلا. ممكن تبقى انت كشخص بتعرف تعمل حاجه ومش بتعرف تعمل حاجه، والشخص اللي قدامك بيحب حاجه انت مش بتعرف تعملها. يعني ممكن تكون انت ودي مشكله اصلا يعني سمعناها كتير قوي، اللي هو انا كراجل، مش انا، في رجاله تقول ان انا كراجل مش بعرف اعبر بالكلام، بعرف اعبر بالافعال، بس هي دايما تبقى محتاجه تسمع كلام. ف انا كراجل اعمل ايه لو انا فعلا بحس ان انا مش بعرف اقول كلام حلو، وهي ده لغه الحب الاساسيه والاولى والاخيره بتاعتها، والكلام ده بيعمل ميس كوميونيكيشن، وبالتالي بيعمل جاب، وبالتالي كده جفاء. الموضوع بقى بص انا مقتنع بحاجه بغض النظر عن الموضوع ده كله، انا مقتنع ان مفيش حد عايز يعمل حاجه ما بيعرفش يعملها. اوكي. بصراحه يعني انا بتتصرف وتتدرب وتعملها. انا شايف ان انت حاول مره مع التانية مع التالتة هتعرف تقول كلام كويس. وبدليل ان الشخص اللي بيقولك ان هو ما بيعرفش يقول كلام حلو ده كان في ايام مثلا الخطوبه ولا ايام دي كلنا، ولا الايام اللي في الاولانيه اللي هي الاستهبال اللطيف ده كلنا كنا بنقول كلام كويس. فما تجيش تقول لي ما بعرفش اقول انت كنت بتعرف تقول كلام كويس. فهي بتبقى انا بحس ان هي في استنباط كده معينه بتتقال من الراجل ومن الست، يعني مش هنتحامل على حد على حساب حد، بس بحس ان في استنباط معينه بتتقال وحاجات محفوظه علشان ايه نخرج نفسنا من الموقف. لكن انت بتعرف تقول كلام كويس وقلت كلام كويس، ولو رحت دلوقتي تصاحب واحده جديده هتقول نفس الكلام الكويس وعادي والموضوع هيعدي يعني عشان جديده صح. شوف يا عم القديم. مقتنع جالس غلطه وافشل. مقتنع جدا بالكلام. ملخص ده بس ان احنا لازم يبقى في كوميونيكيشن عشان نعرف ايه اصلا اللي بيبسطنا وايه اللي ممكن يعني انا بحس ان اصلا اي فجوه في العلاقه ممكن تحصل ان بسبب الميس كوميونيكيشن، احنا مش بنتكلم صح، فمش فاهمين بعض، من الراجل والست. بس انا بحس ان انت ممكن تبقى صعبه على الست شويه ان هي تقول ايه اللي هي عايزاه من الراجل، هي بتحب ان هو يعني ايه يستنبط باللغه بس العربيه بحس ده لوحده. صح بس مش شرط. انا برضو بحس ان في رجاله كتيره بتبقى صعب ان هي تعبر عن مشاعرها وتقول ان انا بحب ايه وما بحبش ايه، تفهم برضه وهي ساكته. يبقى يعني انا بحس الصعوبه جايه من الطرفين. هو بيبقى فيه زي ما تقول كده شويه كبر او تعالي ان انا يعني انا بحس برضو فكره العلاقه عامه الموضوع ده مش عندي خالص، بالذات كمان بين المتجوزين. هي فكره ان في الاخر خلاص انتوا المفروض متجوزين، فانت الدنيا تبقى خلاص بقى الدنيا بينكم اسهل بكتير قوي من الاول. فمفروض ان كل شخص فعلا يبقى بيعرف الشخص التاني هو بيحب ايه وما بيحبش ايه، ويبقى يخلي الدنيا سهله. يعني في الاخر الحياه مش ناقصه صعوبه عن اللي احنا فيها والله بجد يعني. بالظبط. بس فاهم حاجه، بس قولوا لنا انتوا كده لغه الحب بتاعتكم ايه، ومقتنعين اصلا ان في لغات حب ولا الموضوع كله كلام شنك. في ناس ممكن تقول انه في شنك يعني، وعادي وجهه نظر تحترم يعني. قولوا لنا رايكم كده في الكومنتات. وبس في حاجه تاني نختم بيها؟ انا كده تمام زي الفل. فيزيكال تاتش ووردز اوف افرميشن. ممكن فيزيكال تاتش بس يعني مش عايز تتكلم براحتك. بس نشوفكم كده فيديو جديد. سلام.